بلبن بتخاطر وبتلعب في ثوابت اشهر اكله شعبيه في مصر وهي الكشري، والدنيا مقلوبه حرفيا على الكشري الحلو الاختراع الجديد من بلبن. وطبعا ما كانش ينفع افوت تجربه الكشري الحلو ده، ورحت مخصوص فرع بلبن في مصر الجديده عشان اشوف الكشري الحلو اللي عند بلبن بيقول ايه. انا اول ما رحت يا جماعه اتخضيت من الزحمه، وكله حرفيا ما شاء الله عاوز كشري حلو. طب عباره عن ايه كشري حلو ده؟ بيكون من تحت طبقه رز بلبن وعليها كنافه محمره وشويه كريمه واي توبنج بقى بتحبه، وبيقفلها بالورد اللي هو الجلاش المحمر، ويغرقها لك تاني في الصوص اللي انت بتختاره. قلت بقى هجيب لكم الانواع بتاعتها كلها، المانجا وشكلها الرايق، النوتيلا، اللوتس معشوقه الجماهير، والبيستاشيو الخطيره. ابتديت بالنوتيلا، طعمها كان حلو جدا، والنوتيلا ما كانتش مسكره اوفر، وهم مراعين السكر في الطبق ده، فالموضوع بسطني جدا. اللوتس بقى يا جماعه بيحلي اي حاجه حقيقي، طعم الصوص كان باين جدا ومدي الطبق حلاوه مختلفه خالص. البيستاشيو بالرغم اني بحب الصوص ده جدا ولكن كان اقلهم في الطعم. اجمد واحد بقى حرفيا، وما ينفعش يا جماعه تعدي اختراع الكشري الحلو من بلبن غير لما تجربه، وهو الكشري الحلو بالمانجا. حقيقي دمار في الخيال. المانجا كميتها حلوه جدا ومظبوطه، والميكس على الرايق. وبالنسبه لي بعد اختراع القشطوطه اللي كسر مصر من بلبن، الكشري يجي بعديه، واقدر اقول بكل ثقه الكشري الحلو بيقول حكايات يا بلبن. ومش عيب انك تلعب في ثوابت الاكل طالما هتطلع منتج محترم كده.